الأهلي حامل اللقب وبطل نصف الكرة الأرضية بيبدأ مشواره النهاردة في مسيرته نحو الحفاظ على لقبه اللي واخده آخر سنتين، لقب الدوري ال 45 بإذن الله، بخماسية في مرمى سيراميكا القوي. فريق كويس، طبعا فريق كويس. شوط أول مش عايز أقول وحش، لا هو شوط أول تقدر تقول كده مقزز بأمانة يعني. مفيش أهلاوي كان قاعد مش متضايق، وفي نفس الوقت مش مستغرب ازاي الفريق اللي كان عامل كل حاجه في الكوره، كل حاجه حرفيا في الكوره من كام يوم، قدام فريق قوي قيمته التسويقيه داخله على 50 مليون دولار، في نفس الوقت بيلعب مباراه عايز اقول كل انواع الغلط اتعملت سواء دفاعيا او هجوميا. اول ماتش في الاهلي مستباح بشكل غير طبيعي. اداء كان اداء فريق مثلا في الدقيقه 80 واللعيبه لعبه ماتش قبلها بيوم، ما تفهمش فيه ايه. مساحات بالكيف في نص الملعب، في خط الظهر، هجوميا ميس باص غير طبيعي. عمر ما شفت كميه الباص اللي عمله الاهلي من كله، سواء من خط الدفاع طبعا يوسف ايمن ميس باص كتير جدا، يحيى عطيه الله، اكرم توفيق، نص الملعب كله الميس باص غير طبيعي. القدره على الاحتفاظ بالكره في رجلك مش موجوده. التأليف كان كتير جدا بالفرديه من امام عاشور وحسين الشحات. حقيقه كان اداء سيء زي ما انت عايز تقول قول. يجي الشوط الثاني، هو تقدر تقول كده في جامعة، مش مدرسة، جامعة كروية فتحت، اتعمل كل حاجة في الكورة. ايه اللي حصل بصفة عامة قبل ما اخش لك في تفاصيل المباراة؟ اللي حصل قلنا اكتر من مرة، وده اللي انا بستغرب له والله، واكتر من مرة اقوله. لما بتلعب بشخصية الاهلي، انا زهقت من كتر ما بقول الجملة دي، محدش بيعرف يقف في صوتك، والتجربة بتثبت لك ده. انت مع سيراميكا نفسه في السوبر كنت ضاغط عليه، ما كملتش 12 ثانية كنت جايب جول، واول 10 دقايق مضيع جونين. النهارده ده اللي عملته، بادئ الماتش بدأت ضاغط. ايه اللي حصل؟ في الدقيقة بالظبط 33 ثانية كان الشحات بيسجل. كان قبلها اختراق من امام عاشور ما عرفش يوقفها، من يحيى عطيه الله على باله ما عرفش يوقفها، حسين الشحات واحدة كانت طويلة شوية طلع بس ما خدها. كل ده انا بكلمك قبل الجول ما يجي في 3 دقايق وانت بتضغط. ولغاية الدقيقة 6 تقريبا، حتى بعد ما الجول جه، سيراميكا ما عدوش بالكرة نص ملعبنا خالص. انت شغال عليهم ضغط. وده يخليني اقول الجملة اللي بقولها كتير، دايما لازم تحترم المنافس اللي بتلعبه، دي قاعدة أساسية لازم نتفق عليها. لكن في أندية الاحترام الزائد عن اللزوم بيضر وبيقلل من قيمتك في الملعب. وكنت دايما بقول كده على صن داونز، فرقة كويسة، فرقة كورة، أنا موافق جدا. لكن فكرة إن أنا أبدأ وحابس نفسي في 30 متر وعمال أطفش وأقول له حاول مرة أخرى، بتفقد هويتك، بتفقد شخصيتك، بتفقد المباراة نفسها. ده اللي حصل مع سيراميكا. احترم الفرقة، ما عنديش مشكلة، وقف خليك منظم، لكن مش زيادة عن اللازم. اعرف برضو لازم تحترم وتقدر نفسك انت الاول. تبدا ضاغط عليهم، انت اللي مسيطر، انت اللي الكوره في رجلك، مش عارفين ينقلوا عليك نقلتين، حاطين جواهم او متاكدين خلاص واثقين ان احنا بنلعب فرقه كبيره مش هنعرف نعمل حاجه، حتى نفسيا بتصدر لهم طاقه سلبيه. عملنا كده، وفي الدقيقه 33 ثانيه ضاغطين باربعه خمسه لعيبه. احمد رمضان كان بيحاول يطلع يلعبها، بتروح لحسين الشحات اللي كان قريب اصلا ضاغط، وكان في موجود كمان احمد نبيل كوكا. فالكوره كان في ضغط من وسام ابو علي اللي ما شاء الله عليه ما بيبطلش ضغط. وبصراحه اداء غير طبيعي، مجهود بدني بيعمله ما شاء الله عليه وسام ابو علي. راحت لحسين الشحات، خدها داس عليها، قرب قوي من المرمى، حط وش رجله في المقص، جون عالمي. فضلنا بعدها دقيقتين نفس القصه. مفيش يا دوبك ما كملناش دقيقه كان زلكا رايح بواحده من نص الملعب، رقص اتنين، معرفش ازاي دخل ال 18، هات وخد، شاطها، كانت ضعيفه. الكلام ده كان في الدقيقه 6. ما كملناش يا دوبك في الدقيقه 13 انفراد على الشناوي. برضو انا مش عارف ازاي يروح كده. كان برضو نفس القصه زلاكا، راح بكوره انفراد، مساحات. اكرم كوكا مع مروان عطيه، لا هم متمركزين صح، وكتير قوي واقفين على خط واحد، ولا حد حتى مروان ما بيغطيش مع اكرم توفيق. كوكا كانت مهمته الدفاعيه ان هو يساند الناحيه الثانيه، كان هجومهم كله من ناحيه زلاكا، ما كانش حد بيلعب الناحيه اللي هناك. لكن كوكا تمركزاته غلط، مساحه كبيره قوي بين كوكا ومروان وبين خط الظهر، وكذلك ما بين كوكا ومروان وبين خط الوسط. المساحات يعني ايه، المسافه بين الخطوط متباعده جدا، مفيش تغطيات، كل لاعب في وادي.
تحس ان الدور الدفاعي بتاع حسين الشحات وامام عاشور مفيش ضغط خالص. حتى كوكا ومروان الشوط ده كانوا بيحلقوا، جت منها زي ما قلت لك تسديده انفراد الزلاكه في الدقيقه 13، طلع الشناوي اللي بالامانه لولا الشناوي الشوط ده كان هيبقى كارثه، وكان هيبقى الاهلي منظره سيء جدا. يعني الشناوي حفظ كبريائنا وحفظ المباراه لغايه كده، يعني دور كبير قوي للشناوي النهارده، شال الانفراد في الدقيقه 13. نفوق بقى، لا برضه نفس القصه، مساحات تروح الكره لزلاكه، اكرم توفيق معرفش ماله اكرم النهارده، اندفاع بدني ملوش اي لزوم. كان زلاكا دايما بيعتمد على اندفاع اكرم، يروح لمسا مغير اتجاهه بيروح اكرم. في واحده في الدقيقه 20 دخل باكرم ال 18 غير اتجاهه لمسه اكرم. انا عارف الاعاده بالبطيء بتبين ان القصه جريمه، لكن حصل تلامس، حصل تلامس، الراجل استفاد منه، لبس الاكرم ضربه الجزاء، راح الراجل شافها على الفار حسب ضربه الجزاء، دخل بالحاجه حطها في الشناوي في الدقيقه 23. يا ريت بقى مثلا احنا في الدقيقه 23 نبدا بقى نرجع بقى الاهلي زي ما الاهلي بيحصل دخل في جون يبدا، لا بالعكس نفس الاداء، بيضغطوا علينا، احنا مش الميس باص رهيب منهم، واحده اتلعبت ليوسف ايمن في نص الملعب في الدقيقه 25 طلع الباص غلط اتخطفت راحت علينا هات وخد لغايه ما وصلت لفخر لقايع على ال 18 لوحده بيشيط براحته خالص، يجي الشناوي يشيلها تطلع ضربه ركنيه. من الكورنر دي برده الكره اتردت، اللعيبه كلها متمركزه عند نقطه البلانتي، واحمد رمضان بيكم واقف لوحده خالص على اليمين، اتلعبت له حب يلعبها بليسنج، لحسن حظنا الحمد لله طلعت فوق العرض. الدقيقه 29 بص كل اللي بكلمك فيه، الدقيقه كام 13 الدقيقه 25 الدقيقه 29 نفس القصه برضه، زلاكا لعبها للقندوسي كان دخل ال 18 لولا ان ربيعه دخل وطلعها كورنر، كانت هجمه خطيره. في الدقيقه 34 كره اتلعبت طويله برضه، خرج الشناوي انقذنا برضه من كره خطيره، راح ماسكها قبل ما تروح لفخر لقايع كان راح هو الجول، خروج موفق جدا من الشناوي. هجمه يا دوبك جت للاهلي في الدقيقه 35، فين وفين لما وصلنا نص الملعب الثاني الشحات لعبها بليسنج كده قويه طلعها بسام ضربه ركنيه. تيجي ضربه ركنيه تتلعب ترد مين لحسين الشحات، رقص واحد، يجي بقى لحسين الشحات ثلاثه جايين عليه ضاغطين، هو رقص واحد خلاص، اعمل بقى على يمينك اعمل على شمالك اعمل بينيه، الكره كورنر لعبتك كلها هناك مفيش تمركزات، يروح شحات يعوز يرقص ثلاثه في مساحه متر، تتاخد منه تطلع علينا مرتده تروح للقندوسي انفراد هو والجول، دخل عليه الشناوي ما شاء الله عليه الشناوي طالع فارد جسمه صح ضلم الشبكه، الشناوي يجي القندوسي حاططها في الشناوي، وكان هيبقى هدف تاني لولا الشناوي اللي حافظ لنا الماتش لغايه دلوقتي. بعدها باربع دقايق شوطه الامام عاشور اخيرا عمل واحده كويسه من بتوعه، رقص كويس جدا حط وش رجله جامده، ردت من بسام، حسين الشحات هو راح عامل فولو وهو بيعمل تاكلين كده، بس عشان كان معاه لاعب ما عملهاش صح، حسين الشحات كان المفروض يبقى راكز شويه عن كده، الفولو بتاعه طلعت الكوره بره. في الهجمه يا دوبك لو قلنا هجمه للاهلي يفضل الاداء بنفس الشكل السيء لغايه ما تيجي برده كورنر في الدقيقه 40 لسيراميكا بدربكه كان هتيجي جول، والحمد لله ربنا نجدنا. لغايه بقى ما تيجي الدقيقه 45 وهنا قدرات فنيه، هنا بقى قيمه اللاعب وقيمه يعني الامكانيات الفنيه للاعب. ان الاهلي زي بقول لك مساحات بعيده جدا لدرجه ان الكوره مع يحيى عطيه الله ناحيه الشمال، هو المفترض ان ده ما يتمش، لان عمل كوره كروس كده نقل بيها الملعب لاكرم اللي معاه اتنين مدافعين. يعني ايه اللي خلى يحيى عطيه الله يعمل كده؟ لانه مش لاقي حد ينزل يستلم منه، لان مفيش تسليم واستلام مفيش حركه بدون كوره، فالراجل اضطر يعمل القطريه دي اللي هي من الاخر كده ما تقدرش تقول تمرير اكتر ما هي بيبعد الكوره. الكوره رايحه الاثنين باكات، لكن طاهر بقى واراده طاهر وحماس طاهر والدم اللي عند طاهر والتعب اللي بيتعبه طاهر قطع قبل الاثنين وهي عالي راح واخدها بصدره ومنزلها على الارض، موه اخد فاول من احمد بالحاج من مسافه بعيده، دخل وسام ابو علي بالامانه لو ما جتش في الحيطه الكوره كانت رايحه حلوه جدا، لو تشوف الاعاده اللي من ورا الشبكه هتلاقي الكوره كانت رايحه كويس، لكن تيجي في زلاكه وتغير اتجاهها ويخش الجون الثاني النادي الاهلي قبل نهايه الشوط بدقيقتين عشان يخلص الشوط الاول 2-1. نتيجه كويسه جدا كده، بدا ننزل بقى الشوط الثاني، ومش عايز هنا يوسف ايمن غلط كتير النهارده، لكن انا مش عايز احمله ليه؟ لان المشكله انت زي ما بقول لك منظومه الدفاع هم مش الاثنين المساكين، هي بتبدا من قدام، لكن في حد لا كان امام بيضغط ولا الشحات، ونص الملعب كان ضايع جدا من كوكا ومن مروان عطيه، فكان الضغط كله على ربيعه ويوسف ايمن، لكن ده يقول ان يوسف ايمن كان مظلوم، لا، لان حتى لو الضغط عليك ده ملوش علاقه بانك تطلع الباص من رجلك صح، بانك تحط جسمك صح، هو في الكرات العاليه ما شاء الله كان متفوق تقريبا في كل الكرات العاليه، لكن النهارده يمكن حظه السيء ان هو لعب شوط مع فرقه النهارده كلها الشوط الاول كانت وحشه. لما نزل خالد عبد الفتاح ادى افضل
من وسام لا من يوسف ايمن. لكن الفكره ايه؟ ان كانت فرقه الاهلي ضغطه من ساعه ما بدا الشوط الثاني، ضاغطين فرقه سيراميكا كويس جدا. قدر الشوط الثاني مروان يميل قوي على اكرم توفيق، ما شفناش ذلك الشوط الثاني تماما. واكرم توفيق حد قال له تعليمات كده ما تضغطش عليه قوي، يعني ما تبيعش نفسك. لكن بس هو للاسف في اخر الشوط الثاني يعني اسلام عيسى راح باكرم برضه مرتين ثلاثه كده. وبستغرب بصراحه النهارده اكرم كان بيترقص بسهوله، ودي مش طبيعه اكرم. لكن قدر كولر يقفل عليهم، هم كانوا بيتحركوا بين الخطوط براحتهم خالص، كل واحد بينزل يستلم براحته. الشوط الثاني لا، مفيش مجال اصلا، تجفيف المنابع، انت ما كنتش بتطلع الكره من خط ظهرهم. ولما كانت بتروح كان في ضغط من نص الملعب، وكان في وقفه صح من لعيبه النادي الاهلي مع نزول قفشه في نص الملعب. خالد عبد الفتاح الشوط الثاني بدل كوكا الغير موفق تماما، لا دفاعيا ولا هجوميا، وميس باص كتير وواقف بيحلق وما ضغطش. نزل خالد عبد الفتاح مكان يوسف ايمن، ونزل قفشه مكان احمد نبيل كوكا. بدا الشوط الثاني يعني بص، من اول كوره انت بتسنتر مروان عطيه بمنتهى الهدوء يحط القفشه. هنا بقى قفشه وقف على كوره هادي خالص، راح مطلع طاهر، لا بقى في سربعه ولا بتاع. وبعدين ايه، خد بالك من الباصه، انت تبين لك ان هي عاديه. عايزك تركز في الجول ده وتشوف قفشه حطها لطاهر ازاي. قفشه ما حطهاش طاهر، ما حطهاش لطاهر في رجله، قفشه حطها لطاهر قدام 10 متر في مساحه فاضيه، بحيث ان طاهر عايز يعملها واحده يعملها، عايز يوقف، عايز يرقص. الباص اللي عمله قفشه خلى طاهر يبقى حته ان انا هعمل فين واعمل نفسي هرفع هقدر اعملها. لو حطيتها له جامده قوي كان طاهر لازم يعملها واحده، لو حطها له بطيئه كان لازم طاهر ياخدها برجله ويروح بيها. لكن هو حطها قدامه بطيئه بالراحه، اعمل يا طاهر، واي واحد يقول طاهر هيعملها فعلا. راح مودي طبعا، راح طاهر ضامن بيه لجوه، اكله كويس جدا بقى براحته. وطاهر ما شاء الله عليه في الكروسات سواء باليمين والشمال بيعملها مظبوطه، عملها حلو قوي على دماغ وسام اللي حطها زي ما الكتاب بيقول في الزاويه اللي جايه منها الكوره، عكس اتجاه حركه حارس المرمى. بيبقى صعب جدا ان هو يعرف يجيبها. المسافه قريبه لكن حطها بذكاء في الثانيه 12 الجون الثالث. بص بقى هنا في الدقيقه 46 يعني بعدها بدقيقه، قفشه ريحها ببطن رجله على 100، لا صربعه ولا بتاع، الكوره جايه له وظهره للمرمى وشاف الشحات. بص هنا الباص طالع ازاي، مفيش ميس باص، حطها بوش رجله للشحات، الشحات حطها لوسام انفراد. وسام كان المفروض يلم حط بشمالك على طول، لان هي الكوره كانت اقرب على شمال، لكن وسام حطها دخل مع مودي، هي ضربه ركنيه بس اتحسبت ضربه مرمى، ضاع الانفراد. في الدقيقه 53 كل ده واحنا في نص ملعبهم ومش عارفين يعدوا بالكوره، ركنيه من رامي ربيعه ما تضيعش برده، لكن رامي اداها قوه زياده طلعت فوق العارضه. في الدقيقه 55 امام عاشور، انا ما اعرفش بتعمل كده ليه يا امام، كوره طاهر ضم لجوه رقص حطها لامام، الفرق بينه وبين الجون 7 ياردة. واصلا بسام ما كانش واخد وضع استعداد، فواقف غلط خالص. عايز تحطها على اليمين حط، على الشمال حط، فوق منه حط، اللي انت عايز تعمله تعمله. ايه الداعي ان انا اسدد تسديده لازم القوه دي احطها في كره من 30 ياردة من 40 ياردة، لكن 8 ياردة واعمل القوه دي كلها مش محتاجه، فبتيجي في العارضه وتطلع، لان هو مركز قوي في القوه، مع ان المكان ده مش محتاجين منك غير الدقه. راحت الهجمه، كان هيبقى جون رابع جميل لامام. تيجي الدقيقه 58 اول كورنر بتيجي لفرقه سيراميكا، يعني اول مره يجي لهم كورنر حتى من غير هجمه. مش هقول لك مثلا هجمه منظمه طلعوا علينا، لا ما حصلش الكلام ده، لغايه اما تيجي بقى بعدها بدقيقه على طول يروح في الدقيقه 59 الكورنر دي طلعت ضربه مرمى. مروان بقى هنا اللي بيعمله، مروان بيستلم من 18، ما كانش بيحصل الشوط الاول، دايما رامي نفسه قدام هو وكوكا، ما تعرفش كانوا مستخبيين من الكوره ليه. لا مروان راح استلم من 18 ضاغطين بثلاثه لعيبه، مروان راح عامل ايه بسرعته زق ثلاثه اتضربوا. الجون ده يحسب لمروان عطيه من بدايته، حطها لمين لاكرم توفيق، اكرم توفيق لعبها لطاهر على ما اعتقد، تقريبا طاهر، دي اللي جه منها الجون الرابع. كان الجون الرابع اللي جابه حسين الشحات لما اتعملت لقفشه لطاهر، اتعملت بالعرض بعرض امام عاشور، نادى على وسام، اعتقد ان هو نادى على وسام فوسام سابها له، امام عاشور راح مستلم حطها بينيه جدا لحسين الشحات يجيب الجون الرابع. الجون ده اللي انا شفت حسين مثلا جابه 20 مره، هو جون ماركه حسين الشحات، جيله حطها ببطن رجله كويس جدا بهدوء عشان يجيب الجون الرابع. دي 46 64 كل ده بكلمك الاهلي حابسهم في نص الملعب، برده كوره طاهر في ال 18 بذكاء جدا لعبها جامده على الارض، لكن حسين الشحات كان بيتاخر سنه فالكوره هتعدي. لغايه تيجي تديها بقى 69، شوف بقى الجمال ايه اللي بيحصل هنا، الضغط شغال على طول. يعني الكوره لعبها امام عاشور كانت هجمه على الاهلي طويله، طبعا مش بتاعه وسام، هي الكوره بتاعت رجب نبيل وفرق كبير. هل وسام وقف؟ لا،
راح ضغط على رجب نبيل خلاه ما يلعبهاش براحته وخاف يرجعها لوسام لان الكره عاليه، فراح لعبها بشماله. مين اللي مكمل ضغط؟ نجم المباراه التاني طاهر، مش واقف مكانه، مكمل ضغط، خد الكره راح بيها، راح حاططها لوسام. وسام كان بيفكر يشوت، اتقفلت عليه، راح ضامن بيها لجوه. ضامن لجوه، الكل اعتقد ان هو خلاص بيبص يشوف مين اللي جاي. وسام ضحك علينا وعلى اللي بنتفرج وعلى الجماهير وعلى لعيبه سيراميكا، وبوش رجله الخارجي كده حنينه لطاهر من تحت رجله وسام بسام، وجيب الجون الخامس. ابن جمال غندور طبعا يفوتها؟ لا، ساعه عمال ينقب على اي حاجه، عمال يدور على اوفسايد، مع ان من اول لحظه والله وانا قايل رجل كعب سعد سمير مغطي باينه قوي. بعد ما حاول يمين وشمال ما عرفش يطلع اوفسايد، استنى تاني، راح باعت محمود بسيوني عشان يشوف هل في دفعه من وسام ابو علي لرجب نبيل، اللي رجب نبيل نفسه مع الراجل قام وعارف ان ما فيهاش حاجه، اصل احنا بنلعب كوره وانا جاي بسرعتي خلاص لمسنا بعض لمس، لا ده مثبتها له جايبها له بالبطيء ومش عارف ايه. محمود بسيوني بقى انا يحسب له الصراحه، راح بص عليها من اول ما بص، عارف انت، انا حسيت لسان حاله بقول له انت يا ابني في ايه يا ابني، انت جايبني ليه؟ ايه اللي انت جايبني فيه ده؟ ده يا راجل، ده لو في ماتش طايره بيحصل التلامس ده، تلامس عادي جدا، معرفش صعبان عليه ليه ابن الغندور 4 ساعات 4 دقايق ولا 5 دقايق بيتراجع في جول ما فيهوش اي حاجه، اتحسب الجول. من بعد الدقيقه 70 او 75 رجع الاهلي ايه، نفس اداء الشوط الاول، ولكن يختلف. لما الكره كانت بتبقى معانا كان بيبقى فيه نقلات شويه، وده يرجع الفضل لقفشه. زي ما قلت قفشه هو اللي بيرجي بجد، يعني بيخلق لك حلول، بيعرف يوقفك على الكوره، بيعرف ينقلك من حاله التكتل اللي انت فيها والتشتيت لحاله ان تطلع بهجمه منظمه. وضيعنا يعني في لغايه يعني كنا ماسكين كوره، ولو كان في رغبه اكتر يعني كنا قدرنا. جت الدقيقه 78 جول، برضو معرفش، برضو اكرم توفيق اسلام عيسى عدى منه حطها للقندوسي، معرفش فين خالد عبد الفتاح، معرفش رامي ربيعه فين، الراجل جاي لوحده خالص في وسط 3 حطها جول. معرفش بقى الاوفسايد، لان الكره خطوط في ثانيه حتى وهي بتتعاد لنا، يا دوبك جابوا الخطوط ولغاها في ثانيه، ما اتاكدتش منها قوي، بس عامه طالما قال جول فبيجي جول. بعد كده بنعمل تغييرات في الدقيقه 80، بينزل تاو وبينزل مكان حسين الشحات، وبينزل السولية مكان امام عاشور، وبينزل رضا سليم مكان طاهر. بالامانه انا بقول يعني اللي يقول عليا، انا يمكن لسه قايل تاو انا بصراحه اداؤه بقى حاجه محبطه جدا. قلت الماتش اللي فات الاهلي شكله حلو قوي من غير تاو، بيعدي، لكن هو نزل في ال10 دقايق دول اكتر واحد يعني من البودلة بعد قفشه، كان ليه شكل، لا عمل شكل وعمل خطوره، ويمكن حط واحده لقفشه في الدقيقه 94. انا ما اعرفش برضه يا جماعه، انت والشبكه يا قفشه، زي ما كان امام عاشور هو والشبكه. الحالات زي دي مش محتاجه القوه، مش محتاجه وش رجلي وبوم. برضه في ماتش ريال مدريد لو بتفكر قفشه جات له واحده زي كده وش رجله جامد فبتطلع فوق العارضه، مش محتاجه غير الدقه انك تركنها بس. لكن قفشه حطها جامد، فكان يعني ضاعت من قفشه، لكن قفشه يحسب له بصراحه المجهود اللي عمله، حول شكل الفرقه. المهم ان الاهلي الحمد لله قدر يفوز برقم كبير قوي، 5 جوال في ماتش في فرقه زي سيراميكا. لا دي رساله، يمكن اقوى منافس السنه دي هيبقى سيراميكا، وافتكروا الكلام ده، سيراميكا هيبقى منافس ريزل جدا، وهيرخم على ناس كتير. فرقه كويسه فيها لعيبه كوره كتير كتير قوي، ويقدروا فعلا بيتحكموا في رتم المباراه، عندهم مهارات، التدعيمات اللي جابوها زودتهم واضافت لهم. فكان مهم جدا انك تفوز ماتش النهارده عشان تمحي الصوره السلبيه اللي حصلت في ماتش سيراميكا هناك، واللي خلى ايمن رمادي يطلع يقول لك ان الاهلي بيضيع وقت قدامي. فالنهارده بتثبت له لا، ان انت 5 ومضيعين 3 4 اهداف حقيقيه. فلازم الناس كلها تقول للناس كلها، تعرف الناس لا مين الاهلي، لازم تلعب بهويتك وشخصيتك، رساله مهمه جدا. الشوط الثاني بالامانه فتح نفسنا بعد ما الواحد كانت نفسه مسدوده. الف مبروك للنادي الاهلي، ماتش مهم جدا جدا، وضروري ما نفرطش في اي نقطه. الموضوع دور واحد، يعني النقطه اللي هتروح مش هتتعوض، الدوري المره دي قصير، فنتمنى يا رجاله نفضل على كده. عندنا الماتش اللي جاي زد بعدها توقف دولي باذن الله، الاهلي يبقى من اول يوم راكب على قمه البطوله كده زي ما حصل، وسام ابو علي يكون من اول اسبوع هو هداف الدوري. كل التوفيق للنادي الاهلي، والف مبروك الفوز على سيراميكا بخماسيه.